السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل، صباح السعادة، صباحكم معطر بذكر الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير دايما وعلى خير إن شاء الله. عاملين إيه؟ طمنيني عنكم. النهارده بقى أنا جيت لكم بيوم جديد، كله طاقة إيجابية، كله أفكار حلوة إن شاء الله تطلعوا مستفادين مني. لو بمعلومة بسيطة، وطبعا أهم حاجة التشجيع، وهتشجعوا إن شاء الله جدا. بس يلا حطوا لي بقى اللايك يا حلوين كده بيشجعني. واللي بيشوف قناتي لأول مرة اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم على طول. اللهم صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده بقى اليوم بتاعي بدأته من بدري قوي. كان يوم جميل كده، كان الصبح يعني ايه ما كانش. كانت لسه الجو ايه، مغيم كده وفي شبورة ومغيم لسه الشمس يعني ما طلعتش. بس طبعا هو يعني ايه بعدها بشوية كده، يعني حوالي على الساعة 9 كده ولا 10 الشمس بقى طلعت. ولقيت الجو جميل فقلت لا بقى يبقى نشاط ويبقى طاقة إيجابية. وما دام في شمس يبقى في طاقة إيجابية. قُلت بقى استعنت بالله وأهم حاجة الاستعانة بالله. وقُمت على طول أشوف بقى إيه اللي ورايا. اللهم صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعًا هنا بقى إيه، أنا كنت حاطة دور غسيل في الغسالة من بالليل، يعني أنا باحطه بالليل كده دور غسيل يتغسل، ويعني الصبح بقى يكون إيه، جاهز على طول على النشير. طبعًا مش بيحصل له أي حاجة، يعني عشان ما حدش مثلًا يعلّق لي يقول لي إيه، طَب ريحته يا ميرو يطلع له ريحة الهدوم مثلًا لمّا بتعمل على بعضها بيبقى لها ريحة وكده. لأ، هو بيبقى ريحته جميلة أوي مش بيحصل له أي حاجة، يعني الهدوم مش بيحصل لها أي حاجة. وساعة الصبح على طول باقوم إيه، منشّراها. وأنا هنا عاملة الحبل بتاعي على السطح كده، مش عاملة له على السور حمّالة كده اللي هي الحبال ورا بعضها، لأ أنا عاملة اللي هو الحبل الطوالي ده. ما بيغيبوش ساعتين 2 في الشمس وتلاقيهم نشفوا على طول. الشمس بقى كانت طلعت والجو طالع جميل كده، فقُلت هانشّر الهدوم بردك حطيت دور غسيل تاني. طبعًا هي الهدوم مش بتخلص وربنا يعيننا يا رب. حطيت دور غسيل ونشّرت ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ده العادة يعني إن في الشتا على طول هدوم، والله في شتا في صيف في كُلّه يعني مش بنبطّل هدوم. وطبعًا هُم الأطفال كده هدومهم كتير أوي، يعني الأطفال دُولة هدومهم كتير. أنا متهيأ لي أنا عيالي باغيّر لهم يمكن في اليوم مرّة و2 بجد. فعلى طول بقى نشير على طول وتصبين، على طول أنشّر وأصبّن وأطبّق وألِم وحاجات كده. خلاص بقى هنا خلّصت. خلّصت نشير الهدوم، يعني كانت إيه، كان دور واحد يعني ما كانوش كتير. خلّصت كده بقى ونزلنا بقى عشان أشوف هاعمل إيه. طبعًا هنا بقى أنا ورايا الروتين في الأوضة دي، روتين قوي جدًا. بجد والله يعني أنا هاعمل فيها حاجات كده، حاجات حلوة يعني عميقة، تنضيفة عميقة للأوضة. نزلت بقى على طول، هي الأوضة كانت معايا. طبعًا ولادي ربنا يخلّيهم لي يا رب. طبعًا قعدوا من المدارس، لإن الأيام دي بقى خلاص على الامتحانات، فهُم قعدوا من المدارس ما عادوش بيروحوا. قُلت لهم بقى روّقوا معايا كده وساعدوني. هُم بصراحة يعني بيعملوا، على قد ما بيقدروا بيعملوا. بس أنا طبعًا بقى إيه، قُلت لأ، بما إن الشموسة طلعت وبقت حلوة كده، يبقى لازمًا أنكت الأوضة وإيه، وأغيّرها كده وأشوف هاعمل فيها إيه. زي ما أنتم شايفين بقى الأوضة إيه، عايزة تتكنس كويس وتتمسح، لإن أنا بقى لي فترة ما مسحتهاش. و وبما إني قُلت برضك الشموسة طالعة، يبقى هاطلّع بقى البطاطين والسجاد بتاعها وأروّقها كده ترويقة تقعد عليها شوية. برغم والله إن أوض الأطفال دي بصراحة يعني أنا متهيأ لي مش بتنضف خالص. أنا مهما أنضّفها مش بتنضف. أنا حبيت أوريكم العروسة دي. شايفين العروسة القمر دي بتاعة كوكي. قالت لباباها يا بابا أنا عايزة عروسة، جاب لها العروسة الجميلة القمر دي. حبيت أوريها لكم. شكلها جميل أوي. مش بتنام إلا لمّا تاخدها في حضنها كده. شايفين جميلة إزاي؟ شكلها cute وجميلة أوي. آآ مش عارفة هي الأوض كلّها كده، أوض الأطفال عامةً كلّها كده والّا أنا بس؟ يعني أنتم قولوا لي، عندكم برضك كده؟ اكتبوا لي كده في الكومنتات وقولوا لي، برضك الأوض عندكم بتبقى كده، أوض الأطفال دي بالذات، والّا أنا بس والّا إيه؟ كانت بقى كلّها تراب وكلّها بقى إيه، فتافيت حاجات كده، واللي بيبري قلم واللي بيعمل حاجة، والله الولاد دُولة الله المستعان، ربنا يعيننا عليهم. دخلت مسحتها بقى كويس كده، لمّيت أي حاجة
فيها، بدأت إن أنا إيه، أول حاجة نضّفت التسريحة، شِلت اللي عليها ومسحتها كده، معايا البخاخة دي فيها مَيّة وشوية من الخل بس، مسحتها كويس، وهنا بقى جيت ألِم الكُتب بقى والكراريس والحاجات بتاعتهم اللي هي خلاص ما عادوش محتاجينهم، ما هيمتحنوا أهوّة ما عادوش محتاجين الحاجات دي، اللي هي الكُتب بتاعة الوزارة اللي هي بتاعة المدرسة. طبعًا مش بيحتاجوها، هم مذاكرتهم كلّها والاعتماد الكلّي على الكتب اللي هي الخارجية والحاجات دي. فأنا بقى إيه، جِبت كيس كده، كيس بلاستيك، عبّيت بقى الكراريس والكتب والحاجات اللي ما لهاش لازمة كلّها، عبّيتها في كيس بقى إن هي تتباع بقى وخلاص، يعني ما عادش ليهم لازمة إن أنا أخلّيهم أكتر من كده مكركبين الدنيا. هنا أنا عاملة لهم كل واحد درج يحط فيه الكتب بتاعته وحاجته اللي هو محتاجها كلّها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا يهدي لنا ولادنا ويخلّيهم يا رب. شايفين دي بقى، دي اللمبة اللي هي اللمبة الجاز، عارفينها؟ يعني ممكن الأغلبية فيكم يكونوا عارفينها. اللمبة دي جميلة أوي، دي بتاعة يعني بتاعتي، مامتي كانت جايباها لي في جهازي، أنا متجوزة بقى لي 13 سنة. إحنا في الأرياف وكالفلاحين يعني، دي جهازنا كانوا بيجيبوا لنا منه يعني والجهاز. فدي كانت جاية لي في جهازي، والله، يعني هي دلوقتي هي ما لهاش عايزة عندي خالص وعمري ما استعملتها، بس بجد مش حابة إن أنا يعني إيه، أتخلّص منها أو أرميها أو أودّيها في مكان يعني أتخلّص منها، مش والله مش حابة خالص، حاباها كذكرى كده وكذكرى لزمان والناس بتوع زمان وأجدادنا وذكرى لأجدادنا وأمي ربنا يخلّيها لي يا رب، ذكرى منها، فأنا مش حابة إن أنا خالص إن أنا أتخلّص منها، حاطاها كده مش هاين عليّا إن أنا أرميها بجد والله، شكلها جميل. نضّفت طبعًا بقى الإدراج زي ما أنتم شايفين كده، كل درج نضّفته كويس ومسحته ومن الترابة بقى وأي حاجة فيه، والكتب برضك والحاجات اللي ما لهاش لازمة لمّيتها كلّها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لمّحت برضك معايا التسريحة، التسريحة دي كان ليها إزاز مراية كده، لها إزاز مراية كده، بس أنا إيه، شِلته ما حطيتهوش عليها، أنا ما حبيتش إن تبقى أوضة الأولاد يبقى فيها مراية، لإن هو غلط جدًا المرايات والحاجات دي غلط على الأطفال وعلى الكبار وعلى الصغيرين والله، بس يعني إيه، أنا ما حبيتش، فضّلت إن الأفضل إن أنا ما أحطش فيها مراية، شِلتها خالص، سِبتها بس هي كده إيه، يستعملوها فيها الكتب بتاعتهم والكراريس وحاجتهم يعني. لمّيت بقى، جِبت كيس اللي هو البلاستيك ده، حطيت فيه بقى كل حاجة ما لهاش لازمة عشان تتباع بقى، اللي هو للخُردة والحاجات دي بابيعهم يعني، طبعًا مش بارمي الحاجات دي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعًا هنا بقت إيه، أنا باخد فواصل شوية، أنا خدت فاصل وأنا بانضّف في الأوضة كذا مرّة، يعني إيه، أول فاصل كان الضهر أذّن صلّيت الحمد لله، نصلّي يا جماعة ونصلّي ما نكسّلش خالص عن الصلاة ونستعين بالله. وبمجرد ما نسمع الأذان بيأذن على طول نتوضّى ونصلّي عشان ما نكسّلش، لإن بمجرد ما بنقعد شوية عن ميعاد الصلاة بنكسّل والصلاة بتبقى تقيلة علينا أوي، فإحنا نستعين بالله وبمجرد ما الأذان يأذن على طول نصلّي. اللهم صل على النبي. وتاني بقى مرّة في حد جالي، حد يعني غالي عليّا، لقيت بيخبّط وبينادي يا ميرو، يا ميرو، طلعت، سِبت بقى الأوضة، يعني الأوضة دي خدت معايا، بُصّوا، خدت معايا كده إيه، فصلات كتير، بجد خدت فصلات كتير أوي، بس يالّا الحمد لله، وطبعًا اللي ييجي لي على عيني وراسي، مشرّفني ومنوّرني. اللهم صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. خلاص بقى إيه، خلّصت طبعًا لمّيت لهم الشنط ونفّضتها كويس، عايزة بقى إيه، أبقى أحطّهم برضك يتغسلوا، يعني أحطّهم كده في الغسالة يتغسلوا معايا، عشان بقى خلاص المدارس هي كلّها إيه، 15 يوم بعد الامتحانات والمدارس بتفتح على طول. جيت بقى هاشيل بقى معايا الملايات أو الدفاية هاشيلها على طول وأفرش لهم المفرش اللي هو القطيفة، لإن الجو الأيام دي برد،
فأنا قُلت هافرشه واسيبه شوية فترة يعني على السرير يدفّيهم وحلو، تقيل وبيدفّي يعني وحلو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السرير مسكت وش المخدة كده، نفّضت السرير كويس أوي من الترابة اللي عليه. من أي حاجة بقى بتبقى عليه نفّضته كويس، ومسكت برضك الشباك بس اللقطة دي ما جاتش معاكم، مسحت الشباك كويس ونفّضته برضك كويس من الترابة بأي حاجة فيه، ومسحته كده برضك معايا بالفوطة وشوية من الخل والمَيّة، مسحته كويس. والملا وطلّعت البطاطين، اللهم صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، طلّعت البطاطين واللحفة في الشمس، يعني أنا باستغل بقى اليوم اللي بيبقى الشموسة طالعة فيه حلوة كده، باقوم مطلّعة على طول البطاطين واللحفة بتاعتي في الشمس بقى تتشمّس، تخلّيهم ريحتهم حلوة كده، وبما إن الجو مرطّب بيشمّسوهم كده، بافضل سايباهم بقى إيه، لغاية ما الشمس تبدأ إن هي تمشّي كده بقى تروّح بيتها، باقوم منزّلاهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آآ عايزة أغيّر بجد والله نِفْسي أغيّر المراتب دي، نِفْسي أغيّرهم جدًا. المراتب دي والله يعني مضايقني، مش حاباهم خالص، نِفْسي أغيّرهم وأجيب اللي هم الفايبر دُولة. مش المراتب دي مش أنا يعني مش متجوّزة بيهم أو بتوع الفرح بتوعي يعني لأ، دُولة أنا عاملاهم قريب. كانت المراتب اللي هي الفايبر اللي كانت عندي القديمة كانوا باظوا والسُدَس بتاعتهم باظوا، لإنّهم ما كانوش من الحلوين، بس أنا كان في اعتقادي إن المراتب الفايبر كلّها نوع واحد ومش حلوين ومش كويسين، اللي هم سُدَس دُولة، بجد كانوا بيتعبونا خالص، وكانت السُدَس بتتعب، يعني الواحد كان بينام ويقوم ضهره متكسّر خالص من السُدَس والحاجات دي، فأنا قُلت لأ مش محتاجاهم، فأنا يوميها بِعتهم وجِبت اللي هم القطن دُولة، بس بصراحة أنا مش مرتاحة فيهم خالص، و وولادي مش مرتاحين فيهم، و مش حلوين وتُقال، يعني أنا عشان أشيل مثلًا مرتبة منّهم أطلّعها في الشمس والّا حاجة، تُقال أوي، مش باعرف أشيلهم خالص ولا أزحزحهم حتى من مكانهم، فأنا والله باتمنى إن ربنا يعني إن شاء الله، إن ربنا يرزقنا كده إن شاء الله، أقوم جايبة لي على طول آآ مرتبتين ليهم إن شاء الله، مراتب بقى من اللي هي الضغط كويسة دي أو الطبية، أجيب مراتب اللي هي الطبية الكويسة الحلوة دي، ربنا يرزقنا جميعًا يا رب بما نشتاء ونتمنى، اللهم آمين. جيت برضك على المكتب ده، بدأت إن أنا أمسحه برضك كويس من التراب، هنا باحط الشنط بتاعة ولادي عليه، باحط على المكتب ده الشنط بتاعة ولادي، باشده كده بقى بابُص وراه لقيت وراه مواهب، يعني اللي يشوف الأوضة ويشوف منظرها كده يقول مش بتنكنس خالص ولا بيتضرب فيها مقشة، مش عارفة ليه. شايفين اللي جاي من جنب السرير ده؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأت إن أنا أجيب بقى من جنب السرير ومن هنا ومن هنا، بدأت إن أنا أكنس كويس أوي أي حاجة. اليوم اللي الشمس بتبقى طالعة فيه دي باحس بطاقة إيجابية أوي، يعني باحس إن في طاقة إيجابية كده، باحس إن في نشاط، إن الواحد متنشّط إن هو يعمل ويشتغل، يعني مش بيبقى سقعان، الواحد مش بيبقى سقعان كده ومتلج قاعد مش قادر يقوم يعمل حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا بقى كانت مكة جات من الحضانة، فسِبت التصوير تاني وطلعت أجيبها من على الطريق، العربية اللي بتجيبها طلعت بقى إيه، جات ميعادها فأنا طلعت أجيبها تاني. يعني أنا باقول لكم أنا هنا سِبت الأوضة دي وسِبت التصوير بدل مرّة كذا مرّة، طالعة رايحة جاية كده على طول. شايفين بقى كمية التراب حاجة الله المستعان، يعني اللي يشوف المنظر ده يقول مش بتنكنس خالص ولا يعني إيه بنضرب فيها مقشة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أنا هنا باخلّي بقى ولادي بيبقوا معايا يناولوني، يعملوا معايا حاجة، يدّوني حاجة، يجيبوا لي حاجة. طبعًا لازمًا نعلّمهم المسؤولية ونعلّمهم إن يعني إيه، في مسؤوليات وفي ملتزمات وفي حاجات مطلوبة مننا إن إحنا لازمًا نعملها، مش كل حاجة على ماما ولا على بابا، لأ لازمًا نعلّم ولادنا كده عشان لمّا يكبروا يبقوا عارفين إن الحاجة مش بالساهل، لازمًا نتعب ونشقى كده و واللي بيتعب بينول. فمش لازمًا كل حاجة تبقى لهم إيه، متوفرة لهم وجاهزة لهم كده من غير تعب ومن غير أي حاجة. أنا زي ما قُلت لكم أنا معوّداهم إن هُم يساعدوني، حتى لو هاعيد الحاجة وراهم تاني باخلّيهم يعملوا معايا ويساعدوني، مرّة في مرّة هيعملوها كويس، ومرّة في مرّة هيعملوها زي ما أنا باعمل بالضبط، وزي ما بيشوفوني باعمل. يعني مثلًا مش هنقول لأ ده مش بيعملوا الحاجة كويس زي ما أنا باعملها، مش بينضّفوا كويس أو مش بيروّقوا السراير بتاعتهم كويس أو مش بيكنسوا كويس أو لأ، نخلّيهم يتعوّدوا ويتعلّموا يعني إن هو في مسؤوليات وفي حاجات مطلوبة منّهم إن هُم يعملوها. عشان يطلعوا صحاب مسؤوليات كده، ولمّا يشيلوا مسؤولياتهم ويكبروا، ولو بقى الدنيا عليهم كده يبقوا داريين وعارفين اللي هُم كانوا فيه. خلاص خلّصت بقى وطلعت جِبت مَكَّة ومسحت بقى الأوضة، خلّصتها ومسحتها كويس أوي من جنب السراير ومن هنا ومن هنا، ومسحت الشباك ومسحت السراير من ورا كده ومن قدّام، ومسحت الباب لمّعته كويس برضك. والدولاب، ما سِبتش مكان في الأوضة إلّا أمّا لمّعته ونضّفته كويس أوي، وهنا الأوضة راحت جميلة أوي وبتلمع زي ما أنتم شايفينها كده، بجد النضافة دي حاجة حلوة أوي، باحس بروايح جميلة لمّا بانضّف وبامسح. خلاص بقى خلّصت كده هاسيبها زي ما هي، وطبعًا أنا طلّعت السجاد بتاعها في الشمس برضك يتشمّس، هاسيبها بقى زي ما هي كده وخلاص مع نفسها بقى تنشف. وهنا برضك حاطط لها مُعطِّر، يعني رشّيت برضك السرير مُعطِّر كده عشان تدّي روايح جميلة، هاسيب الشمس فيها بقى براحتها لغاية ما تنشف خالص، وبعدين أبقى أجيب السجاد أنفّضه كويس وأنزّله أفرشه. أنا حبيت آخد لكم جولة فيها كلّها أورّيكم إن هي راحت بتلمع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل غدا إيه النهارده بقى يا ميرو؟ غدانا جميل أوي، وهنا بقى نقول بسم الله، بس قبل أي حاجة هاقول لكم على الطريقة اللي كنت قايلة لكم عليها الفيديو اللي فات، اللي هو الشَمَر واليانسون والكمون. أنا عاملة هنا معايا البرطمان ده أو العلبة دي حاطة فيها بقى شوية من الشَمَر، شوية من اليانسون، شوية من الكمون. طبعًا الحاجات دي كلها حصى زي ما أنتم شايفينها كده، باحط شوية في الشفشق معايا كده أو البراد وأحطهم على النار على طول يغلوا، بافضل بقى طول اليوم رايحة جاية بنشرب منه أنا وولادي، حلو أوي، أوي زي ما قُلت لكم للأملاح وللتخسيس والحاجات دي، طبعًا أفضل من المشروبات التانية اللي هي بتزوّد في الجسم في الشتا، ودي طعمه جميل أوي كمان، يعني طعمه جميل. طبعًا هو طول الشتا بنبقوا محتاجين إن إحنا عايزين نشرب حاجات سخنة على طول وحاجات كده تدفّينا، هو جميل أوي وأنا طول اليوم والله ماشية بيه ليّا وولادي. خلاص هنعمل غدا إيه النهارده بقى، طبعًا هنعمل فاصوليا، جِبت شوية كده من الفاصوليا هادّيهم غلوة على النار، ولازمًا أسلقهم على النار كويس أوي، لإن بتفرق في السِوَى، يعني السلقان في النار بيفرق معاكِ في السِوَى، وطبعًا بتنزّل حاجات كده بتعمل ريمة كده في الغليان لمّا بنغلي أي نوع خضار كده، أيًا كان بقى لوبيا، فاصوليا، الحاجات دي، بتطلّع ريم كده في المَيّة، فلازمًا نغسلها كويس ونغليها، أنا بافضّل الطريقة دي. جِبت معايا بصلتين وسط، حطيت معلقتين سمنة، حابة تحطّي زيت تمام، سمنة براحتك. خرّطت البصل على إيدي، مش حاباه ناعم، أنا حاباه مكعبات كده، وعلى طول جِبت عصير الطماطم ونزلت بيه، معلقة من الملح بقى، معلقة برضك من رشة كده من السبع بهارات، ورشة من الفلفل الأسمر، وبس كده هاقلّبه كويس أوي وخلاص. هاسيب التسبيكة أهم حاجة إن هي تتسبك كويس عشان التسبيك بتفرق في التسبيك عشان ما تصلصلش معاكِ وتبقى مصلصلة كده لمّا تعملي أي نوع من الطبيخ، لازمًا تسبّكي التسبيكة كويس أوي.
آآ جيت هنا بقى خلاص كانت معايا الفاصوليا غِلت، يعني استوت معايا شوية، شِلتها بقى أصفّيها واغسلها، وهنا جيت على حطيت معايا الكسرولة ديّة، حطيت فيها مَيّة تغلي للبيض، وحطيت فيها معلقة برضك من الملح. طب ليه بقى حطيت معلقة من الملح، وليه خلّيت المَيّة بتغلي؟ طب ما أنا أحط على طول وما اخلّيش المَيّة تغلي مثلًا والبيض فيها، كده بقى بتخلّي معاكِ لو البيض صابح يعني لسه صابح مثلًا لسه طازة، إحنا كفلاحين هنا أو أرياف أنا عن نفسي عندي الفراخ مثلًا بتبيض يوميًا، فلو البيض صابح لسه يعني متباض في اليوم ده، باجي أقشّره بيعمل معايا يطلّع القشر بحاله، بتبقى مش ما بتتقشّرش حاله، فلمّا أغلي المَيّة وأحط ملح بتتقشّر حلو أوي، بتتقشّر كويس ومش بتبوظ معاكِ البيضة وأنتِ بتقشّريها، تمام؟ خلاص التسبيكة اتسبِّكت معايا كويس، وحسيتها خلاص إن هي ما عادتش بقى محتاجة تسبيك أكتر من كده، نزلت على طول بالفاصوليا بتاعتي وحطيت لها بقى شوية مَيّة صغيّرين كده مش كتير وباحطها على نار هادية، يعني أنا باحطها على نار بقى هادية خالص واسيبها تستوي على نار هادية. أي نوع طبيخ عندِك أو أي حاجة بتطيبيها لمّا تهدّي لها النار بتفرق معاكِ في الطعم وفي الريحة وفي كل حاجة، جرّبي كده ما تعلّيش النار على أي نوع أكل عندِك. أنا هنا حطيتها على النار الهادية وسِبتها. جيت هنا طبعًا بقى إيه، ما دام في فاصوليا يبقى في رُز بشعرية، حطيت حوالي معلقتين كبار من الزيت، وبرضك معلقتين أو معلقة كبيرة من السمنة، حسب ما بتحبي، حابة زيت تمام، حابة سمنة خالص تمام، اللي ترتاحي له. حطيت هيسخنوا معايا وهانزل إيه، بالشعرية. الشعرية بقى إزاي، أنا هنا أنا عارفة أنا باعمل إيه، لإن أنا كل يوم باعمل الحاجات دي. فأنتِ كبنوتة مثلًا لسه بتعملي وبتتعلمي، فأنتِ إزاي بقى تعملي الشعرية عشان تطلع معاكِ مضبوطة، هتعملي كوباية رز، كوباية واحدة صغيرة مش كتير، لإن الشعرية لمّا بيبقى فيها الرز كتير بتبقاش حلوة في الأكل. أمّا تعملي تحطّي الشعرية تبقى أكتر من الرز بتبقى جميلة، يعني أنا حاطة حوالي 3 كوبايات من الشعرية، عليهم كوباية واحدة من الرز، تمام؟ خلاص بقى هنا كنت قبل ما أبدأ في الشعرية تحمير كده، كنت غاسلة الرز معايا كوباية الرز ومصفياه كويس. هنا هاخلّي بقى الشعرية تاخد معايا اللون الجميل وإيديّا ما تطلعش منها خالص، تفضل إيدي فيها عشان ما توحّدش معانا، يعني واحدة تنحرق، واحدة بيضا، واحدة حمرا، واحدة لأ، لأ إيدي ما تطلعش منها خالص. هنا بقى كوباية الرز بتاعتي بمجرد ما ادّتني الشعرية ادّتني اللون اللي أنا محتاجاه ده، يكون أحمر داكن، يعني يكون إيه، غامقة شوية، ما تكونش بيضا، يعني ما تكونش لسه لونها فاتح كده صفرا كده، لإن لمّا بنحط عليها المَيّة أو الشوربة لونها بيفتح أكتر، تمام؟ آآ خلاص بقى حطيت الشعرية وحطيت الرز والملح بقى ومعلقة من الفلفل ومعلقة من السبع بهارات بس. تكتّري شوية تحطّي معلقة كبيرة مثلًا من الفلفل ومعلقة كبيرة من ال7 بهارات، لإن الشعرية لمّا بتحُط لها البهارات كتير بتبقى طعمها حلو، بتفرق في طعمها يعني. اللهم صل على النبي، هاحُط لها المَيّة بتاعتها، لو كان متوفّر عندي شوربة باحُط لها شوربة، ما فيش خلاص بافضّل بالمَيّة وخلاص، بس طبعًا الشوربة بتفرق في الطعم. هنا بقى حطيت المَيّة وحطيت المعلقة كده حطيتها بضهرها عشان أشوف المَيّة بتاعتها مضبوطة والّا إيه، تبقى مضبوطة خلاص تمام. هنا سايبة زي ما أنتم شايفين كده سايبة الفاصوليا معايا على نار هادية خالص، هنا ما كانتش استوت لسه، باشوفها كده استوت والّا إيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا الرز بتاعِك خلاص كان استوى، شايفين جماله؟ جميل أوي، لمّا بيبقى بقى زي ما قُلت لكم الشعرية كتير عن الرز بتبقى طعمها تحفة أوي. وهنا لونها بقى جميل إزاي، لإن أنا خلّيتها حمرا شوية اللي هي مش بيضا أوي. خالص صفّيت بقى على الشعرية كانت استوت والبيض كان استوى معايا والفاصوليا بتاعتي برضك كانت خلاص استوت معايا. آآ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا خلاص بقى هاعمل شوية من الشمر بقى على اليانسون، على الكمون، هاعمل لي كوباية كده واشربها. لونها جميل أوي، بيبقى طعمها تحفة زي ما أنتم
زي ما قُلت لكم يعني بيبقى طعمها تحفة. باسيبها تبرد شوية وبعدين باشربها. ده كان غدانا النهارده، الفاصوليا الجميلة بتاعتنا والرز بشعرية والزيتون التحفة اللي كنت عاملاه معاكم على القناة. الزيتون كنت عاملاه لرمضان، بس يعني ما قدرتش خلاص أستنى أكتر من كده. صراحة طعمه تحفة، تحفة جدًا. والبيض بتاعنا بقى وطبق خيار، وكان غدانا خفيف النهارده وجميل. طبعًا بقى التحالي أو التسالي بتاعة بالليل. جِبت كام برتقانة كده بقى هاقشّرهم وإيه، آآ لزوم السهرة. برغم والله إن الواحد يعني مش بيحب ياكل برتقان في السقعة دي، لإنه بياكله بيسقع أكتر. يعني بجد والله بناكله بيسقع، بنبقى عايزين حاجات دافية، عايزين حاجات تدافي مش حاجات تسقّع. على العموم عملتها بقى إيه، قشّرت لهم كام برتقانة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندي برد بقى، ادعوا لي ربنا يشفيني ويحوش عني البرد ده، لإن هو جه لي في صدري تاعبني أوي. جاي لي بكحة كده وتعباني خالص، فربنا يشفيني يا رب. ادعوا لي يا جماعة كده، ادعوا لي كتير في الكومنتات، باحب كلامكم الطيب أوي. ربنا يكبر بخاطركم دايمًا زي ما بتكبروا بخاطري بالكلام الطيب. باشكركم جدًا، ربنا يجازيكم كل خير يا رب، وييسر لنا أمورنا وأموركم جميعًا يا رب، اللهم آمين. واسترها علينا وارزقنا بما نشتاء ونتمنى يا رب. آآ خلاص بقى كده خلّصت، وعملت لهم برضك إيه، أناناس كده، الأناناس ده طعمه جميل أوي. يعني هو سبحان الله ده مش ميعاده، وده مش وقته خالص، بس مش عارفة سبحان الله هو بيتزرع فين والّا بييجي منين مش عارفة. طعمه جميل ومسكّر أوي وحلو يعني مش عشان هو مش في ميعاده يبقى مش حلو، لأ ده جميل أوي. وحطيت برضك تفاح وكاكا و وجوافة ورصّيت لهم كده الصينية الجميلة دي، وكده بقى يومي خلص. أسيبكم في رعاية الله يا حبايبي، مع